أهلا بيك في كادر 5 في 5. الفيديو ده هو أول حلقة من سلسلة الأفضل في 2025. هنبدأ بنوع الأكشن والمغامرة. إحنا تعبنا كتير عشان نختار الأفلام دي، فلو عجبك الفيديو ياريت تعمل لايك واشتراك تشجيعاً لينا نكمل. النهاردة قدامك أقوى 10 أفلام أكشن ومغامرة في 2025 مرتبة من المركز العاشر للأقوى. خليك معايا لحد الآخر. المركز العاشر ديب كفر. التصنيف أكشن كوميديا مغامرة. البطولة برايس دالاس هاورد وآخرون. الإخراج توم كينغزلي. القصة فيلم خفيف وسريع عن شخصية شغالة في مجال الكوميديا والتمثيل. حياتها بتتقلب لما تدخل في دوامة من الأكشن غير متوقعة. بتلاقي نفسها مطاردة من عصابات ومجرمين، وفي نفس الوقت بتحاول تحافظ على حياتها اليومية والعلاقات الشخصية. المشاهد مليانة حركة وحوارات سريعة. رأيي فيلم مناسب لو عايز تضحك وفي نفس الوقت تتحرك. مزيج ظريف بين الأكشن والكوميديا. I can destroy the hunters for good. It's time for المركز التاسع كي بوب ديمون هانترز. التصنيف أنيميشن أكشن مغامرة. البطولة فريق أصوات عالمي. الإخراج كريس أبيلانز. القصة فيلم أنيميشن مليان طاقة عن فرقة نجوم كي بوب بتحارب شياطين في عالم شبه فانتازيا. كل شخصية عندها قوة خاصة. الموسيقى جزء من المعركة نفسها. المشاهد مليانة ألوان وحركة، مصممة بشكل يخلي كل ثانية فيها ممتعة بصرياً، وكمان بتلمس جمهور الشباب. رأيي لو بتدور على حاجة مبهرة بصرياً وخفيفة في نفس الوقت يبقى ده خيار ممتاز. I'll be seeing you very soon. Not if I see you first. المركز التاسع One Battle After Another. التصنيف أكشن مغامرة دراما. البطولة ليوناردو دي كابريو وآخرون. الإخراج بول توماس أندرسون. القصة فيلم ملحمي مليان معارك ضخمة وصراعات شخصية. القتال مش بس انفجارات، لكنه بيعكس الضغوط النفسية لكل شخصية. فيه لمسات كوميديا سودة ودراما إنسانية بتخلي كل شخصية تلمع وتدي وزن حقيقي للمعارك. رأيي للي بيحب الأكشن المتقن بعقل وفكر، الفيلم ده يستاهل وقتك. المركز السابع بلاك باج. التصنيف تجسس أكشن غموض. البطولة كيت بلانشيت ومايكل فاسبندر. الإخراج ستيفن سودربرغ. القصة فيلم تجسس راقي بعنصر أكشن مركز. شخصيتان في لعبة ذكية من الغموض والخداع. كل مشهد فيه حبكة وتفاصيل تخلي المشاهد يحسب ألف حساب. معارك وتكتيكات ومؤامرات على مستوى عالي، كل ثانية فيها مشوقة. رأيي تحفة تجسسية تعمل العقل وفي نفس الوقت تحس بالأكشن المتحكم فيه. المركز السادس وورفير. التصنيف حرب أكشن دراما. البطولة طاقم شاب وواعد. الإخراج راي مندوزا وأليكس غارلاند. القصة واقعية شديدة عن القتال وحدود البشر في الحرب، مش بس انفجارات. الفيلم بيوريك تأثير العنف على الناس، الضمير والصراعات الداخلية لكل جندي. فيه مشاهد مكثفة تخليك تحس بمعاناة الشخصيات. رأيي لو عايز أكشن تقيل ومؤثر ده فيلمك، مش هيناسب اللي عايز ترفيه خفيف. I'm not leaving. Your choice. المركز الخامس باليرينا. التصنيف أكشن تشويق انتقام. البطولة أنا دي أرماس وكيانو ريفز ولانس ريديك. الإخراج لين وايسمان. القصة سبين أوف من عالم جون ويك، بيركز على قاتلة محترفة بتتدرب وبتدخل عالم الانتقام. كل مشهد قتال متقن بتفاصيل حقيقية للحركة. استراتيجيات القتال واضحة وفيه لحظات تشدك من أول ثانية. رأيي لو بتحب الأكشن اللي يخطف عينك وتتابعه مع كل حركة، الفيلم ده لازم تشوفه. المركز الرابع How to Train Your Dragon Live Action. التصنيف مغامرة فانتازيا عائلي. البطولة ميسون توماس، نيكو باركر، جيرارد باتلر. الإخراج دين دي بلويز. تحويل حي لفيلم الأنمي الكلاسيكي.
العلاقة بين الإنسان والتنين تتحول لمغامرة جوية مليانة تحديات، أصدقاء جدد وأعداء كبار. مشاهد الطيران مذهلة ومعارك ضخمة في السماء. القيم الإنسانية موجودة في كل لحظة. رأيي لو بتحب الأفلام اللي فيها مشاهد طيران وبطولات ملحمية وحب، الفيلم ده هيخليك تحس كأنك بتطير مع التنين. We will change my destiny! المركز الثالث نيزا 2. التصنيف أنيميشن مغامرة فانتازيا. البطولة فريق أصوات صيني. الإخراج جاوزي. القصة استكمال لأسطورة نيزا الصينية. الفيلم مليان مشاهد بصرية مذهلة ومعارك أسطورية، في صراعات داخلية للشخصية، قرارات صعبة وقيم درامية قوية. تجربة مختلفة عن هوليوود التقليدية. رأيي لو عايز حاجة ملحمية بصرياً وقيمها درامية عالية، نيزا 2 جامد جداً. I need you to trust me. المركز الثاني Mission Impossible The Final Reckoning. التصنيف أكشن تجسس مغامرة. البطولة توم كروز وآخرون. الإخراج كريستوفر ماكواري. القصة ختام ملحمي لسلسلة المهام المستحيلة. مشاهد ستانس عملية على مستوى خيالي، سباقات، مطاردات جوية وبرية شبه مستحيلة. كل لقطة مصممة تخليك تحس بالخطر والتشويق. رأيي لو بتحب الأكشن الواقعي اللي تتبعه نفسك في كل لقطة، الفيلم ده تحفة حقيقية. المركز الأول Predator Killer of Killers. التصنيف أكشن خيال علمي مغامرة. البطولة طاقم عالمي. الإخراج دان تراكتنبرغ وآخرين. القصة مجموعة قصصية تعيد اختراع بريديتور بطريقة مبتكرة، معارك ضخمة، مشاهد بصرية متقدمة، وفيه لحظات إنسانية غير متوقعة في عالم المعتاد إنه وحشي فقط. الفيلم بيوازن بين الخيال والمغامرة والأكشن المتقن. رأيي لو بتدور على فيلم يجمع كل حاجة من الخيال للمغامرة والأكشن المتقن والبصمة البصرية، ده أفضل مثال لسنة 2025. وفي النهاية لو بتحب تعيش المشهد من أول ثانية، القايمة دي معمولة لك. قول لنا في التعليقات أي فيلم جربته وأكتر مشهد خلاك تتحمس. ولو الفيديو عجبك اعمل لايك واشتراك ودعمنا عشان نكمل سلسلة الأفضل في 2025، لأن اللي جاي أقوى بكتير.